اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولسه مكملين وصفات نواعم العيد. النهاردة بإذن الله هعمل بسكوت الزبدة المقرمش من أسرع وأسهل حلويات العيد اللي تقدري تعمليها، وهقولك على كل الأسرار اللي تطلع معاكي البسكوت خفيف بطعم يبهر كل اللي هيدوقه من حلاوته وجماله. وهقولك على سر التسوية الصح، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لأول مرة بتشوفوا قناتي، وتعالوا نبتدي على طول. معايا نص كيلو دقيق بما يعادل 3 كوبايات ونص، 250 جرام زبدة باردة، معلقتين كبار سمنة بلدي، كوباية سكر بودر، 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، ربع كوباية عصير برتقان، معلقة صغيرة بشر برتقان. هسيب لكم المقادير ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. اول حاجة هنخل الدقيق ورشة ملح والبيكنج باودر مع بعض واسيبهم على جنب. في بولة هخفق الزبدة والسمنة مع بعض الأول، هضيف بعد كده السكر البودر بس هنخله الأول، وهضرب السكر مع الزبدة كويس جدا لحد لما لونه يفتح ويوصل لقوام كريمي وهش. الخطوة ديت ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي عادي لو مش متوفر عندك المضرب الكهربائي، بس هياخد منك شوية وقت ومجهود. هضيف البيض والفانيليا ونضيف البيض بالتدريج ويكون في درجة حرارة المطبخ. وهخفقه مع الزبدة والسكر كويس جدا. انا ضايفه هنا 3 بيض حجم صغير، لو البيض عندك كبير هتضيف 2 بس. هنزل بعد كده بعصير البرتقال وبشر البرتقال واخفق كويس. بعد كده هوقف المضرب وهنزل بالدقيق شويه بشويه، وهقلب بالاسباتيوله يتخلطوا مع بعض. هلم العجينه مش هعجن. البسكوت مش بيتعجن، عجينه البسكوت بتبقى طريه جدا. هقلب كده لحد لما يختفي الدقيق. شايفين بقى قوام العجينة ما شاء الله طرية جدا بس مش بتلزق في الايد. ازاي اعرف ان قوام العجينة مظبوط؟ اخد كده قطعة من العجينة
واخبطها في ايدي. لو ايدي بقت نضيفة ما لزقش فيها العجين يبقى كده العجينة بتاعتي مظبوطة. طب لو العجينة بتلزق هتعملي ايه؟ هتضيفي معلقة دقيق بمعلقة دقيق لحد لما تظبط معاكي. دلوقتي بقى هشكل البسكوت. انا هستعمل قمع على شكل مشط مقاس 1 دي، وكيس حلواني استخدام مرة واحدة. لو هتشكلي البسكوت على صواني ألمونيا ما تدهنهاش اي حاجة وما تحطيش ورقة زبدة. انا هنا مستخدمة صينية صاج، فدهنتها الاول بالزيت وحطيت عليها ورقة زبدة. انا عايزة بس الورقة تثبت على الصينية علشان لما اجي اشكل البسكوت ما تتحركش معايا. الصينية الصاج انا حاطة عليها ورقة الزبدة علشان البسكوت ما ياخدش لون بسرعة من تحت. اما الصواني الألمونيا بتبقى محملة وبتسوي البسكوت حلو جدا. حطيت بقى دلوقتي العجينة في الكيس وضغطت عليه وخرجت القطعة من العجينة من بره علشان اتأكد ان مفيش فراغ من الهواء جوه الكيس. اساوي كده الاطراف بالراحة. دلوقتي نتكلم عن التسوية. هيدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 170 درجة مئوية رف أوسط، ونتابع. أول ما البسكوت ياخد لون ذهبي خفيف جدا من تحت هنقفل الفرن من تحت ونشغل الشواية ياخد لون ذهبي بسيط من فوق. شايفين شكل البسكوت بعد ما خرج من الفرن؟ ما شاء الله. مش هحركه من الصينية غير لما يبرد تماما. الله الله على الجمال. البسكوت طعمه في منتهى الجمال وريحة البرتقال فيه جميل جدا ما شاء الله. جربوا البسكوت بطريقتي هيعجبكم بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. أسيبكم في حفظ الله والسلام عليكم.